السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من مطبخ نوني عملت رنجة بحبها جدا وكلنا بنحبها ومحدش يختلف عليها، مفيش اتنين يختلفوا عليها. جبت كيلو رنجة وقعدت كده بقى على الترابيزة ونضفته. شفت بقى فصصت الرنجة ازاي. طبعا انا عارفة ومتأكدة ان كلنا بنحب الرنجة وبنحب نفصصها وبنعرف نفصصها، بس انا دي بقى حبيت اجيبها اصورها لكم وانا بعملها. قعدت فصصتها كده واحده واحده، وكان ريقي بيجري عليها وانا بعملها. فيا سلام عليها بقى وهي متقطعه كده وانا بشيلها كده من الطبقه بتاعتها، الجلد بتاعها حته حته. كنت مستمتعه بجد وانا بعملها. طعمها كان دلع وحلو جدا. وفي معلومه عايزه اقولها، انا معرفش انتوا عارفينها ولا لا، ان كل ما الرنجه يكون فيها البطروخ قليل او رفيع بتبقى راميه لحم كتير. انا اعرف كده، ما اعرفش دي حقيقه ولا لا، بس مع تجربتي من كل الرنجات اللي انا بجيبها واللي انا بعملها لاحظت ده، ان الرنجه لما بيكونش فيها بطروخ بترمي لحم كتير، لكن اللي بيبقى فيها بطروخ بتبقى لحمها قليل. ده انا دي معلومه انا مش متاكده منها، بس مش عارفه. لو انتوا فعلا بتلاقوا كده، لاحظتوا حاجه زي كده، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم ان انتوا فعلا بتلاقوا كده او لا، او انا صح ولا لا. وشايفين نضفتها خالص من الجلده. دي اول واحده عملتها، وهعمل الكميه كلها طبعا بالشكل ده واحطها في طبق. قطعت نص في قطع صغيره، هعمله زي السلطه، سلطه رنجه. طبعا كلنا عارفين سلطه الرنجه دي، مفيش، انا مش هتكلم عليها ولا هوصفها ولا حتى هقول بتتعمل ازاي، عشان انا عارفه ومتاكده ان احنا كلنا عارفينها وبنعملها. بس انا مصوره الفيديو ده بتاع النهارده عشان انا مستمتعه وانا بعمل الرنجه، فقلت افرجكم معايا، افرجكم انتوا وانا بعملها، وشوف شكلها عامل ازاي وانا بعملها ازاي. طبعا دولت اللي انا قطعتهم حته قطع كده شرايح، حطيت عليها خل وحطيت عليها زيت زيتون. كتري من زيت الزيتون بقى، كتري من زيت الزيتون والخل والليمون، تبقى طعمها حلو جدا على فكره. وهنا القطعه الصغيره اللي انا قطعتها، شايفين شكلها يتاكل كده حاف من غير عيش ولا اي حاجه، ومن غير حتى البصل. وهنا حطيت الليمون عليه، عصرت الليمون عليه خلاص. وجبت بقى الرنجه اللي انا قطعتها قطع صغيره، حطيتها في الطبق. وسلطه بقى، طماطم، جزر، خيار، كابوتشا، بصل احمر، بصل اخضر. بصي اعملي كل الحاجات اللي انت بتحبيها في سلطه الرنجه دي وحطيهم عليها. بصي الطحينه دي اللي انا عاملاها على فكره، وفيها الفيديو عندكم في القناه لو عايزين تعرفوا الطريقه. دي الطحينه حطيت عليها شويه ميه وشويه خل، شايفين شكلها حلو ازاي، فاتحه وجميله، والتقل بتاعها حلو قوي. وطبعا السلطه بتاعت الرنجه مش محتاجه اللي هي الطحينه تبقى تقيله، تبقى عايزاها تبقى خفيفه شويه عشان تعرفي تقلبي الرنجه في الطحينه. شايفين شكلها حلو قوي بجد، حلوه، محدش يعترض ومحدش يقول لا شكلها مش مغري. بعد كده قطعت شويه طماطم والكابوتشا زي ما انا قلت لكم كده، وحطي عليها وتقلبيها كويس مع بعض. طبعا ما تحطيش ولا ملح ولا اي حاجه، هو كده كفايه قوي الحدقيه بتاعت الرنجه. وزيت الزيتون، مكترين في زيت الزيتون وفي الخل. يا سلام بقى، شوفي شكلها عامل ازاي. ايوه الليمون، عصرت ليمون عليه حبه حلوين كده. بصراحه انا ما كنتش قادره، كنت نفسي عماله اكل وانا بعملها بصراحه، ومش مستنيه حد وماليش دعوه بحد، انجزوا يلا تعالوا عشان ناكل. خلاص خلصت كده وبدات احط بقى، اجهز بقى البصل الاخضر، وعندي كابوتشا خضرة كده قطعتها شرايح وحطيتها مع الاكل. العيش ده فلاحي، شايفين شكله عامل ازاي، حلو جدا. يا سلام، ما قدرتش بقى، انا لازم اكل. يلا الحقوني قبل ما اخلص الرنجة واكلها كلها لوحدي. من مطبخ نوني، باي باي.